السلام عليكم، عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده يوم جديد وفيديو جديد، ان شاء الله الفيديو يعجبكم. النهارده هنعمل حاجه حلوه جدا جدا بطريقه بسيطه وسهله جدا. تابعوا الفيديو معايا للاخر وانتوا هتتعلموا منه لو كلمه واحده. بس ما تنسونيش في لايك وشير واشتراك. ونبدا الفيديو بسم الله. بصوا الحاجات دي بعد كده اما خلصت. تعالوا هنتعلم بطريقه سهله وبسيطه جدا. ان شاء الله كده هتعجبكم. اما التورتيه دي كنت عاملاها قبل كده مش معاهم يعني. فانا حبيت اوريكم صورتها كده، ربما يعني تعجبكم او تحبوا تعملوا الشكل ده. يلا نبدأ الفيديو بسم الله ونشوف مقاديرنا ونشوف مكوناتنا. اول حاجه كده جبت معايا المضرب بتاعي. ما عندكش المضرب ده، مضرب البيض العادي او الخلاط او حتى بايدك، ما تخليش حاجه تقف قدامك. انا بصراحه كنت يعني بستعمل الخلاط او المضرب ده بيسهل عليا كتير. لكن لو ما عندناش هنعمل المضرب بيض العادي خالص. هنجيب بقى مكوناتنا. معايا هنا كوبايه سكر، اول حاجه كده حطيتها في المضرب ده، وانا هقول لكم بعد كده هعمل ايه بكل سهولة وبساطة. وبس ما تحاوليش تعقدي نفسك. ودي كمان كوباية الا ربع سكر، يعني كده كوبايتين الا ربع، علشان احنا بصراحة مش بنحب الحاجة مسكرة قوي. المقدار ده السوق حلو يعني زي ما انتوا شفتوا. هحط على الكوبايتين الا ربع دول 4 بيضات. لازم قبل ما نحط البيض نحط بيضاية بيضاية كده عشان نتأكد ان هما كويسين، ونضربهم واحدة واحدة كده في السكر. ومعاهم الفانيليا. بصوا هنضرب فيهم كده لحد ما تحسوا ان الخليط بقى ابيض كده او بقى زي الفوم شوية، علشان تطلع معانا الكيكة هشة وحلوة كده بالطريقة دي، او زي ما انتم شايفين كده. انا بحاول اسرع الفيديو عشان ما يبقاش الفيديو ممل بالنسبه لكم. بس لو اول مره تشوفي قناتي نوريني باشتراكك الجميل وتفعلي زر الجرس عشان يوصلكم كل جديد، او كل فيديو انزله على طول ينزل لكم تلقائي. ويا ريت ما تنسوش لايك حلو منكم وتعليق يشجعني ويكون ايجابي. يا رب يبارك لكم يا رب كده. دي فانيليا انا حطيتها طبعا عشان تغير طعم البيض. ريحة البيض ولا ايه، انتوا حابين تحطوا الفانيليا السايلة. بس انا مش بفضلها قوي. ودي كمان معايا هنا كوباية لبن. لما حسيت ان السكر خلاص داب معايا واتظبط كده، حطيت كوباية لبن ونص كوباية زيت. الزيت طبعا بيدي طراوة للكيكة جميلة جدا جدا. ما فيش حاجة تعوضه بصراحة، بس اهم حاجة نخلي بالنا ان الزيت ما يكونش له ريحة. حتى لو زيت تومين مش هيقول لا، بس اهم حاجة ما يكونش فيه ريحة. وجبت الدقيق كده نخلته. طبعا انا الدقيق مش بعايره لان مش كل دقيق زي بعضه، في دقيق بيشرب وفي دقيق لا. فانا بحط كده الاول بالدقيق، الدقيق قليل، وبعد كده انا بحاول ازود مع نفسي. جبت كده هنا برضو يعني 3 معالق كاكاو اسباني خام مش محلى، وحطيت عليهم كيس بيكنج باودر. وهبتدي بقى اقلب بمضرب البيض العادي، مش مش بالمضرب الكهربائي عشان انا مش عايزاها تهبط بصراحة. انا بضرب بس كده ضربة خفيفة، ان انا بمزج الخليط بس ببعضه. نظبط القوام مع بعض اللي احنا القوام المطلوب يعني. على حسب بقى الدقيق اللي عندك. انت مش لازم تقولي كوبايتين او 3 او 4، لا، على حسب الدقيق ما بيشرب او لا. تظبطي ايدك بس في القوام. وانا كان هنا عندي ورق زبدة قصيته كده على مقاس الصاج اللي عندي. انا كنت طبعا قايساه من الاول لان الصاج عندي من اللي هو بتاع الكحك والبسكوت. انا كنت حابه ان هو يبقى مربع، ما اعملهوش في صينيه. وكمان اللي ما عندهاش بقى الصواني دي، عندك الصاج بتاع الفرن. انا هوريكم انا استعملته كمان ما قالش لا. اي حاجه ما تخليهاش تقف قدامك. خلي كل حاجه معاكي سهله وبسيطه. والله والحاجه بتطلع ما شاء الله سمي بالله، والحاجه كلها بتطلع ما شاء الله حلوه. وانتوا هتشوفوا كده. هسوي بقى الصاج بتاعي واديله دبتين كده على الرخامة، عشان خاطر لو في اي فقاقيع تهوية كده تطلع، عشان ما تبقاش مفرغة كتير قوي من جوه. اهو زي ما انتم شايفين كده. وتكونوا بقى مسخنين الفرن. يعني عشان خاطر ما تاخدش وقت معانا الكيكة.
وكده بعد ما الكيكة طلعت طبعا كنت عاملة بقى محضرة، بس ما شاء الله طرية جدا وهشة وجميلة جدا. ممكن تعملوها في الخلاط، تحطوا المكونات اللي انا حطيتها دي كلها في الخلاط، مش هتقول لا. هشة وجميلة، وطبعا كانت سخنة مش قادرة ان انا اطلعها، سبتها تبرد كده، بس اتأكدت ان هي طبعا مستوية وتمام. طلعت بقى وعملت بقية الكيكات بتاعتي زي ما انتم شايفين كده. بصوا ده صاج الفرن اللي انا قلتلكوا عليه، ما قالش لا، دهنته كده بدهنة بسيطة من مادة دهنية زيت او سمنة، وعفرته بحبة دقيق. ما حطيتش فيه ورق زبدة لان هو يعني مش مستاهل ورق زبدة، ما بيلزقش فيه الحاجة الحمد لله. وحطيت في التاني كده زي ما انتم شايفين زي الاولاني ورق زبدة وحطيته كده، وبرده طلع جميل جدا، والكيكة هشة وحلوة بصراحة، عجبتني ما شاء الله. تحاولوا بقى تشيلوا ورق الزبدة وهي الكيكة لسه سخنة علشان ما يلزقش فيها والكيكة تكون نشفت. لا وهي طرية كده هيتشال معاكم بكل سهولة. نسيبهم بقى يبردوا، وتعالوا نبتدي في الخطوة التانية. شوف هنعمل ايه. هنعمل الكريم شانتيه، وناخد بالنا كويس جدا جدا من الماركة اللي احنا هنجيبها، لان بصراحة في ماركات مش كويسة خالص. بنجيبها بالغالي وبتطلع برضو مش كويسة. تجيبوا كده الكريم شانتيه ماركة كده تكون كويسة. في ماركة المتحدة هي غالية شوية، بس هي بصراحة من انضف الماركات، كويسة جدا جدا. اسألوا عنها، ما تجيبوش محلى، يكون من غير سكر. زي ما انتم شايفين كده انا حطيت السكر لوحده من غير سكر. لان طبعا اللي بنشتريه بسكر ده بيبقى 3/4 سكر، وبيبقى طبعا مخلوط وحاجات كده مش كويس، طبعا ما بيديش نتيجة كويسة. انا حبيت ان انا احط السكر لوحده زي ما انتم شايفين. وكنت محضرة معايا مية متلجة فيها قطع من التلج. انتوا حابين تحطوا لبن، حاطين تحطوا ميه زي ما انتوا عايزين او على قد مقدرتكم. انا بحاول ابسط الحاجه على قد ما اقدر، مش بحاول ان انا اخليها مكلفه قوي عليكم، عشان تقدروا تعملوها تبقى في متناول ايديكم، ما تبقاش الحاجه غاليه قوي. يعني كفايه البيض وكفايه الحاجات دي برضو غاليه، مش هنغلي كمان. وبعدين برضو بيبقى طعمه كويس جدا من غير لبن عادي، كل المحلات بره بتعمله من غير لبن. هنا حطيت معايا الكريم شانتيه، يعني بصوا نص المقدار الكريمه تحطوا ميه، لان دي بقى بموازين، دي بمقادير دي بالذات. بس هو بصراحة بياخد معانا وقت في الضرب بتاعه عشان يطلع هايش كده وحلو. انا بقى مش حابه ان هو يبقى اللي هو الفوم التقيل قوي قوي ده، عشان اقدر افرده معايا. انا خليته مش متماسك قوي يعني، وكان طعمه جميل جدا. زودت عليه معلقتين كاكاو زي ما انتم شايفين كده، عشان يبقى يديني نكهة الشوكولاتة، يبقى كله كده غامق في غامق، هيبقى حلو قوي. شايفين انا وصلت كده للقوام اللي انا عايزاه. انتوا ممكن تكملوا الضرب وتقللوا شوية في المية، هيديكم القوام التقيل. سبته بقى في التلاجة برضو عشان ما يسحش، لان الجو كان حر جدا معايا. وبدأت ان انا اعمل جناش الشوكولاتة. جبت شوكولاتة دارك كده اللي هي الخام دي. ممكن تستعملوا ماركات تانية في السوق بتكون كويسة زي سما مثلا، دي ماركة كويسة جدا. في شوكولاتة فاتحة وفي شوكولاتة غامقة، بس انا بفضل الغامقة طبعا. جبت هنا دي ربع كوباية لبن، ربع بس. وبدأت بقى كسرت كده الشوكولاتة، لاني لما بتتكسر مش بتاخد معانا وقت في التسييح. يعني انا اللبن ده كنت غليته بقى، مش غليته، سخنته. ربع كوباية اللبن دي كنت سخنتها. شايفين الشوكولاتة مجرد ما حطيتها ما خدتش وقت معايا هي، وبدأت تدوب معايا. شايفين اهو بعد ما قلبتها كويس قوي والسخونيه دوبت معايا الشوكولاته، هبتدي بقى احط معلقتين زيت بالظبط. ما تكتروش زيت، احنا بس مجرد للمعه. لكن لو الشوكولاته مش محتاجه لمعه واللمعه بتاعتها كويسه، خلاص ما فيش داعي للزيت. وخلي بالكم من الزيت عشان في زيت بيبقى ليه ريحه. مش بأيدكم ان انتوا يعني تحطوا من اغلى شركات الزيت، لا، لو عندك زيت تومين بس ملوش ريحه مش هيجرى حاجه. وكده كنت صبيت الجناش بتاعي وسبته بقى يهدى شويه، لان مش هينفع طبعا نحطه على الكريمه دلوقتي لان هو سخن، هيسيح الكريمه وهو مش هيبقى شكله مظبوط. اهو شايفين دلوقتي بقى ركنته على جنب شويه، وقلنا نعمل بقى صوص الشوكولاته الجميل اللي انا ما بستغناش عنه بصراحه، وبحب طعمه جدا جدا، يمكن كمان اكتر من جناش الشوكولاته.
جبت هنا معايا كوباية كاكاو على كوباية سكر. طبعا صوص الشوكولاتة بيحتاج المقادير كلها قد بعض، يعني كوباية الكاكاو قد كوباية الزيت قد كوباية السكر، وكمان قد كوباية المية. حابين تحطوا لبن حطوا لبن، مش حابين تحطوا لبن وعايزينها اقتصادية اكتر تحطوا كوباية مية، مش هتقول لا، وبيبقى جميل جدا. هنجيب معانا بقى الخلاط بتاعنا الجميل، مش هنستعمل اي حاجة غير الخلاط لان الخلاط في كل بيوتنا. آه جبت الخلاط كده، هحط اول حاجة كده السكر ومعاهم الكاكاو، وهحط كوباية المية. اما الزيت بقى هقول لكم هحطه امتى. بصوا انا حسيت ان الكاكاو زيادة شوية، زودت بق مية صغيرة بس كده، يعني كوباية وحاجة بسيطة. وهبتدي بقى ازود كده الزيت، يعني حاجة بسيطة. هننزل بيه كده واحدة واحدة، بصوا زي ما انتم شايفين كده، علشان لان الزيت ده لما بينزل واحدة واحدة هو اللي بيتقل قوام صوص الشوكولاتة. شايفين بقى القوام بقى تقل معايا ازاي، وبقى بصراحة كريمي وشكله جميل جدا وريحته جميلة. الكاكاو اللي تجيبوه لازم يكون اسباني مش محلل. الكاكاو الاسباني ده من احسن الانواع في السوق، هو هتلاقوه غالي شوية عن بقية الانواع لكن بصراحة جميل. الانواع التانية تحسوا كده ان هي فيها سنة تراب او قرشة كده مش مظبوطة، لكن الكاكاو الاسباني بصراحة ربنا جميل جدا جدا، بيدي طعم الشوكولاتة بجد، وحاجة كده بتحسوها يعني لما تحطوها على كيكات بتديها طعم تاني خالص كده، وبتعزز طعم الكيكة كده. بصوا القوام بتاعها تقيل ازاي، ولسه كمان لما هيبرد. طبعا سبت الخلاط طبعا، لا ما سبتوش في حاله، وجبت كده معايا حبة مية وبدأت ان انا انزل منه الكاكاو اللي عليه، وحطيته كده في كوباية. شايفين، وزودته كمان بمعلقة من صوص الشوكولاتة الجناش، وحطيت عليه كمان معلقة من صوص الكاكاو اللي احنا عملته دلوقتي، عشان برضو يعزز طعمه شوية. مش حابين تحطوا ده كيس نسكافيه، كيس اللي هو الكاكاو اللي هو بتاع الأطفال نسكوي والحاجات دي، ده برضو هيديه طعم جميل قوي. لو عندك قهوة برضو حابة حطي معلقة قهوة على كوباية مية وحاولي تشربي بيها كده الكيكة بتاعتك، بتدي طراوة جميلة جدا. جبت بقى هنا معايا الكريمة وسبتها برضو في التلاجة بعد ما فردتها. جبنت معايا شوية كده وبدأت اجيب صوص الشوكولاتة اللي هو جناش الشوكولاتة. وبدأت كده افرده بطبقة بسيطة، ما حبيتش ان انا اكتر قوي علشان ما تبقاش تقيلة، واحنا بصراحة مش بنحب الشوكولاتة تكون تقيلة قوي. بدأت ان انا اعمل كده في كل الصاجات اللي عندي. هو انا عملت صاجين بس كده بالطريقة دي، والصاج التالت عملته بطريقة مختلفة. ده كده الصاج التالت. انا عملت طبعا الصاج التاني نفس طريقة الاولاني، وده الصاج الاخير. جبت كده صوص الشوكولاتة اللي هو بالكاكاو اللي انا عملته، صوص الكاكاو اللي انا عملته معاكم دلوقتي، وحبيت ان انا ازين بيه الكيكة. ده بنحب طريقته جدا جدا. طبعا تكون معاكم عصاية شيش طاووق وتخرموا الكيكاية حلو قوي علشان خاطر الكيكه تتشربه من جوه كمان. بدات بقى ان انا احدد القطع بتاعتي اللي انا هقطعها. قبل ما تقطعوا تحددوا كده انتوا هتقطعوها قد ايه. انا حددتها كده بالطول 3 قطع، وبدات بقى بالعرض بالطريقه دي كده عشان تبقى زي حته الجاتوه. بدات ان انا اقطعها كده والقطعه حلوه وجميله ومش صغيره. شايفين هتعمل معايا كم قطعه من الصاج الواحد؟ بسم الله ما شاء الله، عمل لي 27 قطعة. حابة انت بقى تزيني التزيين ده على ذوقك وطريقتك، احنا بس بندي لبعض كده المقادير والطرق. جبت معايا هنا بقى ده كيس حلواني بلاستيك. زي ما انتوا عارفين الكيس بتاع الطقم ده شاط وباظ كده، فانا حبيت ان انا اجيب كيس بلاستيك ده من عند بتاع البلاستيكات والاكياس والحاجات دي. ده بيتباع رخيص جدا، متقفيش قدام حاجة. لو ما عندكيش برضه او مش متوفر عندك، بكيس من بتوع التلاجة وخرمي خرم بسيط. لو عندك الاشكال دي حطي واحد فيه، ما عندكيش اعملي باي طريقة انت وولادك، مفيش حاجة هتقولك لا. بدأت ان انا اعمل روزيتات خفيفة كده وبسيطة. جبت معايا هنا الحاجات
الشوكولاتات الصغنونة دي شكلها جميل جدا، عجبني شكلها بصراحة. بدأت ان انا ازين بيها. الاطفال بتحب اوي الاشكال النجوم والحاجات دي، والوانها كمان كانت حلوة. طبعا التزيين ده زي ما قلتلك انتي وشطارتك او المتاح عندك. انا ما حبيتش بصراحة ان انا اكلف نفسي اكتر من كده. ما حبيتش ان انا اجي على نفسي في التزيين، لاني ما احسش بصعوبة الحاجة، او ان انا الحاجة اتكلفت مني زيادة قوي. انتوا عارفين طبعا الايام دي صعبة، فعايزين نعمل الحاجة بابسط ما يمكن. جبت دي ورحت حطيت برضو عليها جناش الشوكولاتة، وكانوا متبقيين معايا حبة بالطريقة دي. حطيتهم عشوائي كده من فوق، بيدي برضو منظر حلو كده كتزيين. انتوا طبعا كل واحد وذوقه. انا يعني عندي افكار كتير، بس انا ما حبيتش بصراحة ان انا اخد وقت اكتر من كده، لان الحاجة بدأت تسيح معايا. حبيت ان انا اعمل باسهل طريقة. وزي ما انتم شايفين بصوا الحاجة طالعة ما شاء الله، شكلها حلو جدا جدا. بس نخلي بالنا اهم حاجة المطبخ ما يبقاش سخن، الجو ما يبقاش سخن معانا. والحمد لله الايام دي بدأت تطري. ربنا يا رب كده يحسن ما بين ايدينا وايديكم يا رب. واتمنى كده الفيديو يكون عجبكم وتكونوا استفدتوا مني، لو بكلمة لو بطريقة لو بأي حاجة. بس لو استفدت مني ما تنسانيش بقى في لايك حلو منك واشتراك وتعليق ايجابي كده يشجعني. وكده بعد ما قطعت بقى الحاجة وما شاء الله طلع لي كمية محترمة. انا طبعا وديت منهم جزء كده هدية لناس حبايبي جدا جدا. تهادوا تحبوا بجد يعني. كان طعمها جميل جدا ومش مكلف طبعا زي الجاتو بتاع بره، وحاجة معمولة في البيت وعلى ايدينا، وفي نفس الوقت بنفرح قوي باللي بنعمله بايدينا. شايفين ما شاء الله طالع جميل جدا جدا بجد. والطعم كمان سايح ونايح كده زي ما بنقول. طعم الشوكولاتة حلو قوي، وطعم اللي هو بصوص الشوكولاتة برضو جميل جدا. وزي ما انتم شايفين كده انا هدوق بقى كده، ومن حقي ان انا ادوق اللي انا عملته. وهقول لكم بصراحة اقسم بالله مش هضحك عليكم، هدوق كده واقول لكم طعمها كان عامل ازاي. بص بقى والله العظيم بدون مبالغة، الكيكة من غير اي جناش او شوكولاتات. الكيكة نفسها دايبة من الشربات اللي انا حطيته عليها، او اللي انا قلت لكم حطوه عليها ده. بجد الشوكولاتة طعمها دايب جدا جدا، وطعمها حلو.